ورغم غرابة التحذيرات، أقفلت باب المنزل خلفي وأقنعت نفسي أنني بحاجة إلى الراحة. المكان كان ساكنا حد الرهبة، لا شيء سوى صوت تنفسي وصدى خطوات الخافتة فوق الأرضية الخشبية القديمة. الليل هنا لا يشبه ليالي المدينة، إنه أثقل، أعمق، كأن الجبل نفسه يتنفس بجانبي. جدران هذا البيت لا تصمت، بل تهمس وتتنفس، وربما تتذكر. تمددت أخيراً، أراقب السقف الخشبي الباهت، أستمع إلى هذا الصمت الغريب وأحاول أن أطمئن نفسي. كل ما في الأمر أنه بيت قديم، وهذا مجرد توتر السفر، لا شيء أكثر. لكن داخلي كان يعرف أن الليل لن يمر بسلام. البيت كان بارداً رغم الموقد المشتعل. حاولت أن أقنع نفسي أن ما سمعته لم يكن إلا تهيؤات ناتجة عن الإرهاق. لكن هناك شيء في هذا المكان لا يتركك ترتاح. الساعة كانت تشير إلى 2 فجراً عندما بدأ الصوت مجدداً. هذه المرة كان أكثر وضوحاً. خدش خدش، ثم صوت خطوات بطيئة فوق السقف الخشبي. تجمد الدم في عروقي. صعد أحدهم إلى سطح البيت. مستحيل، هذا البيت معزول ولا يوجد أحد بالجوار. أمسكت بمصباحي اليدوي واتجهت نحو الباب الخارجي ببطء. فتحته بحذر وخرجت. الهواء كان ساكنا بطريقة غير طبيعية، لا ريح، لا أصوات طيور، لا حفيف أشجار، فقط صمت كثيف، كأن الطبيعة نفسها حبست أنفاسها. نظرت إلى السقف، لا أحد. حين عدت، وجدت شيئا على الأرض لم يكن هناك قبل خروجي. صندوق خشبي صغير، عليه آثار يد محترقة. فتحته بأطراف أصابعي. بداخله كانت هناك صورة قديمة لرجل واقف أمام هذا البيت، وفي خلفيته تظهر نافذة الطابق العلوي، ومن خلف النافذة كانت هناك عين تراقب. قضيت بقية الليل في يقظة مشوشة، أراقب النوافذ وأحاول فهم ما يحدث. ما إن بدأت خيوط الفجر في التسلل، حتى قررت أن أتحقق من الطابق العلوي. لا أعلم لماذا، لكنني شعرت بأن هناك شيئا هناك ينتظرني أو يراقبني. صعدت الدرج الخشبي ببطء، كل خطوة تصدر صريرا يوقظ شيئا في داخلي. لم يكن هناك سوى غرفتين، واحدة مغلقة بقفل صدئ، والأخرى مفتوحة جزئيا. دخلت الغرفة المفتوحة. كانت غرفة نوم قديمة، في ركنها خزانة ملابس، وعلى الجدار المقابل مرآة كبيرة مغطاة بقطعة قماش. اقتربت من المرآة، يدي ارتجفت حين مددت أصابعي لرفع الغطاء. شيء في داخلي قال لي لا تفعل، لكني فعلت. ورأيت نفسي، لكن لم أكن وحدي. انعكاسي في المرآة لم يكن طبيعيا. خلفي في الانعكاس كانت تقف امرأة ذات شعر طويل مبلل، عيناها واسعتان لا رمش فيهما، وفمها مفتوح كأنها تصرخ، لكن بلا صوت. استدرت بسرعة. لا أحد. لكن حين نظرت مجددا إلى المرآة، كانت ما تزال هناك. ورأيت شفتيها تتحركان أخيرا، تهمس بشيء لم أسمعه، لكنني فهمته. ارحل قبل أن تتذكر من أنت. انتظروا القصة الثالثة قريباً، فالقادم يحمل بين طياته المزيد من الغموض والتشويق. ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والمتابعة، حتى لا يفوتكم أي جديد من قصصنا القادمة.